يا صباح الفل على اجمل متابعين من دبي الجميله، واول الرحله وطالعين المترو. بصراحه نظام فوق العظمه. اللي انتوا شايفينه ده مش المترو، يعني ده حاجز معمول بابواب لحمايه الناس، وبعدين المترو بيجي وراه. هنا يا جماعه بيهتموا جدا بارواح الناس وسلامتهم. بصراحه دي اجمل حاجه عجبتني في الامارات، ده غير حاجات كتير حلوه جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف العظمه على اصولها. الحاجه الحلوه والجميله ان دي محطه مترو، والاجمل بقى ان جوزك معايا. يا جدعان دي محطه مترو يا جماعه، يعني انا تعبان نفسيا. احنا كده داخلين على متحف المستقبل، والجميل بقى ان من داخل المحطه للمتحف مباشره في ممر شكله شيك قوي. يلا بينا نشوف المتحف. رحنا بقى نحجز من المكنه تيكتس انا وكوجك صاحبي. اتفاجئنا ان مفيش تيكتس متاحه خالص، وقال لك ادخل على الموقع. لما دخلنا على الموقع اتفاجئنا ولقينا اول يوم حجز متاح هو 5 يناير. كل التيكتس سولد اوت في متحف المستقبل. المكان بصراحه يستاهل الزحمه اللي عليه، وانا بنصح اي حد يروح الامارات لازم يحجز قبل ما يجي علشان ما يقعش في نفس المشكله اللي انا وقعت فيها دي. ده باور بانك لاي حد مزنوق في عايز يشحن تليفونه، بياخد باور بانك. هنا بيقول لك اول 5 دقايق فور فري، يعني حاجه حلوه وحاجه تنقذك لو انت تليفونك فصل شحن، تعرف تشحن بباور بانك في السخان كده. دي بقى مكنه عصير برتقال، البرتقال جوه تمام، تحط بالفيزا وبعدين بيطلع لك الكوبايه هنا اللي عايز يشرب برتقال فريش. بعدها قررنا نروح برج خليفه ودبي مول. قعدت جنب السواق في المترو وقلت له اديني لفه بعد اذنك، وبصراحه الراجل كان متعاون جدا وما قاليش لا، لان المترو يا جماعه ده كهرباء ما حدش بيسوقه. لكن اتبسطت جدا جدا بالمنظر، وخصوصا ان كنت حاجز في الجولدن كار. وصلنا بقى دبي مول ورحنا الاكواريوم، وده اكبر حوض سمك على مستوى العالم، في انواع كتيره جدا وغريبه ونادره. اتبسطنا قوي، وبنصح برضو اي حد يروح يزوره لو معاه اطفال بالذات هيتبسطوا جدا. صراحه يا جماعه الدنيا هنا الحياه مختلفه تماما. صراحه موضوع مريب مثير. وبعدها اخدت صاحبي ورحنا برج خليفه وتمشينا في الممشى بتاعه وكلنا واتبسطنا وقضينا وقت ظريف جدا. الشمس جميله جدا، الجو بصراحه في شهر 11 و12 صراحه تحفه. ده شاطئ الجميرة، انا اول مره اروحه بصراحه، بس انا متاكد ان هلاقي حاجه تحفه ان شاء الله. حاجه كده سحر وخيال بامانه يعني. بصراحة كان يوم حلو جدا واستمتعنا فيه، لكن طبعا ده ما يجيش 1% من الجمال اللي في الإمارات. إن شاء الله الفترة اللي جاية أحاول أزور أماكن كتيرة وأفرجكم عليها.